اترددت كتير قبل ما اكتب لكم قصتي دي، لاني متأكدة ان معظم الناس مش هينصفوني ولا يعذروني. مش ده المهم. المهم عندي ان الاقي الاجابة على سؤال شغلني كتير وحيرني: ليه انا عملت كده؟ صحيح انا كنت شريرة للدرجة دي؟ عمري ما فكرت في كده. ده مفيش في الدنيا قلب اطيب من قلبي، ولا احساس ارق من احساسي. يبقى ليه انا عملت كده؟ ليه؟ لا، ارجوكم انتظروا، ما تقولوش رأيي دلوقتي. الطبيعة حرمتني نعمة من اعظم النعم بالنسبة للمرأة، نعمة الجمال. ايوه الجمال. صحيح انا مش حلوة، لكن ده ما يدينيش العذر ابدا في اللي انا عملته. وبكده يفضل السؤال اللي شغلني كتير وحيرني يفضل من غير جواب. ايه رأيك بقى في العروسة اللي انا اخترتها يا بهية يا اختي؟ عروسة زي القمر يا حسين، ربنا يتمم بخير ويسعدك يا رب. يعني انت شايفة كده؟ يا سلام يا اخويا، وانا في ديك الساعة اللي اشوفك فيها وانت عريس متهني بعروستك. والله يا بهية انا ما كنتش عاوز استعجل في الجواز وانتظر لحد ايه؟ انا قايله لك كتير ما تشغلش نفسك بالموضوع ده ابدا. ازاي بس يا اختي؟ وانا اقدر يا بهية انسى افضالك عليا؟ حسين، ايه الكلام ده؟ ايه لزومه؟ كنت ليا طول عمرك اخت وام، سهرتي على راحتي وحرمتي روحك من حاجات كتير في الدنيا عشاني، وساعدتيني لحد ما قدرت اقف على رجلي واتخرج وابقى دكتور. انا ما عملتش حاجة زيادة عن اللزوم. وهو انا ليا كام اخ؟ ده انت اخ وحيد، ده احنا ملناش في الدنيا غير بعض يا حسين. ايوه بس انا لو نسيت كل ده ابقى ناكر للجميل. كل اللي عندي اقولهولك ان ربنا يكافئك يا بهية ويبعتلك ابن الحلال اللي يهنيك. حسين، قلت لك الموضوع ده ما تفكرش فيه. انا كمان ما بفكرش فيه ابدا. انا يا سيدي مبسوطة كده والحمد لله، ومفيش حاجة ناقصاني ابدا. كل شيء باوان يا بهية، كل شيء باوان. اللي انا طالباه من دنيتي ان اشوفك سعيد ومتهني واجي ازورك في بيتك، قلبي كده ينشرح بيك وبعروستك. ايه؟ تزوريني في بيتي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هو انا ليا بيت وانت ليكي بيت؟ طبعا يا حسين، لما العروسة تيجي انا هسكن بره. لا لا لا، انا ما احبش اسمع منك الكلام ده مرة تانية ابدا. تسيبي بيتك عشان هتجوز؟ ده مش ممكن يحصل ابدا. ما هو عشان تكونوا على حريتكم، وكل حي وله طبعه يا حسين. دي حتى هدى بنت حلال وحبتك من اول ما شافتك، وانا ربنا يعلم حبيتها قد ايه من كل قلبي. انا متأكد يا بهية انكم هترتاحوا قوي مع بعض. وانا يهمني ايه في الدنيا غير راحتك وراحتها يا حسين يا اخويا. اتفضلوا، العشاء جاهز يا عرايس. يا خبر، برضو انت اللي جهزتي السفرة يا أبلة؟ امال اسيبك انت تجهزي السفرة يا حبيبتي؟ لا يا حسين، ده كتير قوي قوي. أبلة بهية بتتعب روحها زيادة عن اللزوم، دي مش مخلياني اعمل معاها حاجة ابدا في البيت. اوعي تفتكر ان ده هيبقى على طول يا هدى، ده بس بمناسبة شهر العسل. وهو شهر العسل لسه ما انتهاش، احنا بقينا عرايس قدام خلاص. ربنا يسعدكم ببعض ويخلي ايامكم كلها شهر عسل. يا حبيبتي يا أبلة بهية، يا حبيبتي، ربنا يسعدك انت كمان ويريح قلبك بابن الحلال. مين قالك ان انا عاوزة كده؟ انا مستريحة كده. تصبحوا على خير. أبلة بهية، انت برضو مش هتتعشي معانا الليلة دي؟ لا يا حبيبتي، انا سبقتكم وتعشيت من بدري. تصبحوا على خير انت. وانت من اهلي. هي زعلت ولا ايه؟ طبعا، اصل السيرة دي بتضايقها قوي. ليه بس؟ والله يا هدى، اذا كان في حاجة منغصة عليا حياتي فيبقى موضوع بهية ده. انا لاحظت من وقت ما جيت ان نفسيتها تعبانة قوي، لكن قولي يا حسين، هو ما فيش حد بيتقدم لها ولا ايه؟ كتير يتقدموا لها وبعدين بيروحوا وما بيرجعوش. ليه بس؟ مع ان أبلة بهية هادية وطيبة وست بيت. ايوه بس الناس بتدور على الشكل يا هدى وعلى الجمال الجمال مش كل حاجة يا حسين، ياما في رجال عاقلين وما بيهتموش بكده. انا دايما اقول كل شيء باوان. فعلا كل شيء باوان. فتحية، انت يا فتحية. نعم يا ستي. بتعملي ايه عندك؟ بنظف الأوضة الجوانية. انا مش قايلالك تنضفي الانتريه وترتبيه الاول؟ حاضر يا ستي بهية، بس اخلص الأوضتين. ما تخلصيش الاوضتين، تعالي يلا نضفي الانتريه الاول زي ما قلتلك. حاضر. والمطبخ لسه حضرتك ما عملتيش فيه اي حاجه من الصبح. حاضر يا ستي، بس اخلص اللي فيه. حاضر حاضر حاضر. ومش شايفاكي
يا ابله بهيه؟ مزعله روحك ليه؟ كل اللي شايفاه ده ولسه بتسأليني مزعلة روحي ليه؟ شايفة البت الكسلانة دي واللي بتعمله؟ ما تشهلي ايدك يا فتحيه. امال خلصتي الاوضه الجوانيه؟ الست بهية قالت لي سيب الأوضة الجوانية وتعالي نضفي الأنتريه. ايوه انا قايله لك كده. هو انا خايفة بت ولا رايحة تشتكيني؟ أنا يا ستي لا يا ابله بهيه ابدا، دي مش شكوى لا سمح الله. البيت بيتك واللي تشوفيه هو اللي يمشي. ما هو على رأي المثل صحيح، اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. اجري يا بت شوفي مين على الباب. انا اللي هفتح. حاضر. لا انت ولا هي، اوعي كده، انا هفتح الباب وانا هعملكم هنا في البيت كده وبس. صباح الخير يا أبلة بهية. اهلا اهلا، صباح الخير. اهلا يا عطيات. اهلا أهلا أهلا يا حبيبتي، ازيك؟ خطوه عزيزه. اتفضلي. لا اتفضلي جوه في الصالون عشان الشغاله لسه بتنظف. الانتريه فاضي. اتفضلي. طبعا إذنك يا أبلة بهية. خدوا راحتكم. ازيك يا عطيات وازاي الولاد؟ بخير بالحمد لله، ازيك انت؟ الحمد لله. اتفضلي استريحي. ميرسي. اتفضلي لما اقفل الباب عشان العفار ما يدخلش الصالون. قفلوا الباب عشان يتكلموا على حريتهم. بيضحكوا. هيكونوا بيضحكوا على مين غيرك يا بهية؟ عشان هم صغيرين وحلوين وانتي بيضحكوا 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 بيضحكوا. ومين تستاهل الضحك عليها غيرك انت يا بهية يا عانس يا وحشة. مسكين في سيرتي، ضروري مسكين في سيرتي. ما عندهمش ذوق، ما عندهمش احساس، ما عندهمش احساس. لبستي خلاص يا هدى؟ ايوه يا حسين، دقيقه واحده. طب بس اوام يا هدى لحسن نتاخر على بعد السينما. وانتم خارجين برضو الليله دي يا حسين؟ ايوه يا بهية رايحين السينما. بالحق يا ابله ده فيلم كويس قوي. ايه رايك ما تيجي معانا؟ اجي معاكم؟ بتعزمي عليا دلوقتي وانتم خلاص نازلين يا هدى؟ فيك الخير والله. الله، وليه ما تجيش معانا يا بهية؟ احنا نقدر ننتظرك لحد ما تجهزي نفسك. لا يا حبيبي، ما تعطلوش روحكم علشاني، انا ما بحبش السينمات. الله، ما يجراش حاجة ابدا لما تسهري معانا ولو ليلة واحدة يا اخت. ما تشغلوش بالكم بيا، انا بتفرج على كل الافلام في التلفزيون. اللي يريحك يا ابله. هو ده اللي يريحني يا هدى. ويا ترى هترجعوا على العشاء ولا؟ احنا الحقيقة هنتعشى بره. عن اذنك يا ابله. مع السلامة يا يلا حبيبتي. حسين. يلا. اهو كل ليلة على الحل، سهر برا وعشاء برا. وانا حتى يوم ما يعزموا عليا يعزموا عزومة مراكبية، لانهم بيحبوا بعض قوي ومش عايزين عزول زي بينهم. انا محدش عاوزني، محدش طايقني. انا عايشة ليه في الدنيا بس يا ربي؟ ليه؟ صحيح والنبي يا حسين بتتكلم جد؟ ايوه. فرحتني. ياه، ما قلتليش ده يبقى مين؟ بقول لك دكتور زميلي في المستشفى اسمه عزت. يا رب يا حسين تنفك العقده بقى. قولي سبق له شاف ابله بهيه؟ لا يا هدى. ايه كده؟ ايوه بس ده شاب كويس وعاقل ومتزن وبيننا وبين بعض ود وتفاهم. ولما عرف ان ليا اخت ما اتجوزتش فرح قوي وطلب انه يجي يشوفها بعد الظهر هو ووالده. طب وايه رأي ابله بهيه؟ انا اديتها فكرة من ساعة ما جيت، لكن كده ما لقيتش عندها ترحيب بالموضوع ده. بقول لك ايه، ما تروحي تكلميها انت يا هدى، عشان الناس قربوا يوصلوا. حاضر يا حسين، هتكلم وياها. بقول لك اقفلي الموضوع ده خالص يا هدى. ليه بس يا ابله؟ مش يمكن ده خير وجاي لنا؟ الخير سبته لكم يا ست هدى. طب معلش عشان خاطري يا ابله تقومي تغيري هدومك وتحطي شويه تواليت. انتوا عاوزين مني ايه؟ مين قال لكم ان انا عاوزه اتجوز؟ ان كنت بتحبيني يا ابله ما تكسفنيش. ده دكتور وزميل حسين وشريكه قوي، نفسه يناسبكم. نقول له لا؟ ما هو يا هدى. يلا يا ابله يلا. اهلا 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 دكتور عزت. اهلا بيك يا دكتور حسين. ده احنا حصل لنا الشرف يا فندم. الله يبارك فيك يا دكتور. اتفضلوا في الصالون. متشكرين، اتفضل. يلا يا هدى، يلا يا بهية، تعالوا بقى قابلوا الناس. حاضر، ادينا جاهزين اهو يا حسين. يلا يا ابله. يا رب يا رب اجعل في وشنا القبول يا رب. مفيش اخبار جديده النهارده يا حسين؟ ابدا يا هدى مفيش. برضو الدكتور عزت ما كلمكش في اي حاجه؟ والله انا شايف ان المسألة بقى فيها احراج بالنسبة لينا احنا الاتنين. ليه بس؟ الدكتور عزت زي المكسوف مني لدرجة انه بيتحاشى انه يقابلني في المستشفى على انفراد. للدرجه دي؟ ايوه. حسين
انا كل اللي يهمني ان ابله بهية ما تشعرش بحاجه. وده يهمك في ايه يا ست هدى؟ ابله انا سمعت كل حاجه وفاهمه كل حاجه، والظاهر ما بقالكوش سيره غير سيرتي. انتوا عايزين مني ايه؟ بهية انا قايله لكم ريحوا نفسكم من ناحيتي. انا مش عاوزه منكم حاجه، مش طالبه من اي حد حاجه، مش عاوزه حاجه، مش عاوزه حاجه. ابله بهية، الله بهية بهية مش كده امال؟ الله، ما تعمليش في روحك كده. ابله بهية، ابله بهية. ايه في ايه يا هدى؟ انا خارجه مشوار صغير طب ما تخرجي، انت بتستأذنيني؟ طبعا مش لازم اقولك اني يا ست انت حره. الله، انت زعلانه مني يا ابله ولا ايه؟ وهزعل ليه؟ انا هحوشك من الخروج، ما انت بتخرجي كتير. ليه يا ابله الكلام ده؟ ده انا حتى ما بخرجش كتير. كتير ولا قليل مش شغلي، مش انا المسؤوله عنك يا ست هدى. عجيبه، كلامك عجيب قوي يا ابله النهارده. انت اللي كلامك اعجب، وحسين اخويا كمان ما كانش يستاهل منك كل اللي بتعمليه ده. حسين ما يستاهلش؟ ما يستاهلش ايه؟ وايه اللي انا بعمله يا ابله؟ قصدك ايه؟ انا مش فاهمه. ولا انا كمان فاهمه. طب يا ابله انا اسفه، عن اذنك. وبعدين؟ يا حسين يا اخويا، انت سمعتني قبل كده كلمتك في حاجه زي دي؟ لا ابدا. كنت ساكت عليها، قلت يمكن تعقل وترجع من نفسها. ايوه بس تعقل عن ايه وترجع عن ايه يا بهية؟ اتكلمي. الخروج الكتير ده كل ساعه والتانيه، والتليفونات اللي كل دقيقه والتانيه. تليفونات؟ تليفونات ايه يا بهية؟ التليفون يطلبها من هنا، تروح حضرتها لابسه وخارجه على طول من هنا. بهية انت بتقولي ايه؟ لا يا حسين، ما هو انا ما كنتش عاوزه اقول لك علشان ما تزعلش. لا انا مش عاوزاك تزعل روحك. صحتك يا حبيبي، صحتك اهم من كل حاجه عندي في الدنيا. صحتي ايه؟ انا لازم اعرف كل حاجه كل حاجه. نهارك سعيد. انت رجعت امتى امال يا حسين؟ انت كنت فين يا هدى؟ الله، طب ما انت عارف يا حبيبي، مش قايله لك من الصبح ان رايحه ازور رجاء بنت عمي في مستشفى الولاده؟ ده صحيح. تعرف قابلت عندها مين؟ زميلك الدكتور حمدي ومراته، بيسلموا عليك قوي وعازميننا الليله دي عندهم على العشاء. ايه كده؟ ما يلا يا جماعه الغدا جاهز. يلا يا حسين. الله، احنا مش رايحين الليله دي عند الدكتور حمدي ومراته؟ لا مش رايحين. بس يا حسين الناس عازميننا ومنتظريننا. قلت مش خارجين يا هدى، يعني مش خارجين. ايه هو انت ما بتتعبيش من الخروج ابدا؟ حسين ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو كده. والله اذا ما كنتش عاوز تخرج خلاص انت حر، بس ما تقوليش كده ابدا. والله انا كده بقى. الله، في حاجه مزعلاك يا حسين ولا ايه؟ ايه فضينا بقى من الكلام ده. الو، ايوه يا ماما. لا انا لبست اهو خلاص وجايه لك حالا. ايه؟ لا مش هتاخر، مسافه السكه بس يا ماما. ابله بهية، ابله بهية. ايه في ايه؟ ماما كلمتني بالتليفون علشان فاهمه اصلها وهي قلتلك فاهمه. عاوزه ايه بقى؟ لا ولا حاجه. الماما قال. الله، ايه اللي بتعمليه ده يا بهية؟ بلم حاجتي في الشنط وماشيه. كلام ايه ده؟ بقول لك يا حسين يا اخويا، انا ماليش قعاد في البيت ده ابدا بعد كده. افهميني بس. انت اللي مش عاوز تفهمني. الحكايه زادت خالص عن حدودها، زادت قوي قوي. انا لازم اسيب لكم البيت ده. مستحيل بقى انت اللي تسيبي البيت يا بهية. طبعا، وبعدين امال ايه؟ بس اهدي انت بس، انا هضح حد لكل ده النهارده. والله هي مراتك وانت حر فيها، ان كان عليا انا هاخد. بهية قلت لك خلاص لما تيجي من بره. ايوه بس لما تيجي من بره. حسين انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ وعاوزاني اكلمك باي طريقه بقى يا ست هانم؟ فهمتك ان ماما كلمتني عشان خاطر نخرج. ده شيء ما يهمنيش. امال ايه اللي يهمك؟ انت سالتني وانا جاوبتك. بالحقيقه بقى تصرفاتك دي ما بقتش ترضي حد ابدا، وانا ما بقتش مرتاح لها ابدا بالمره. ايه غريبه قوي، تكونش بتشك في تصرفاتي يا حسين؟ بصراحه ايوه. ايه ده؟ هي حصلت لحد كده كمان؟ حصلت لي كده؟ انا مش هقعد معاك دقيقه واحده بعد كده. يكون احسن. حسين يا اخويا، الله ما فيش لزوم لكده ابدا. اسكت انت يا بهية، اسكت اعملي معروف. سمعت يا ابله بهية اللي قالوا؟ بيشك فيا انا، بيشك في تصرفاتي. انا اللي طول عمري الناس تهلف بحياتي. طب يا حسين معلش. ايه لزومه بس يا حسين؟ دي دخلت باينها تلم هدومها، دي باينها هتمشي. لا حوشها يا اخويا. ما تحوشيهاش، سيبيها تروح مطرح ما تروح. انا خلاص مش عاوزها. يا حسين، عاوزة ايه يا بهية؟ الفطار جاهز.
انا مش هفطر. مش هتفطر ليه بقى؟ ده انت كمان ما تعشيتش الليله اللي فاتت. لازم انزل المستشفى بسرعه يا حسين. بقول لك عندي شغل مستعجل. طب حتى اشرب فنجان شاي. ما اقدرش. اوه، ايه بس كده يا ربي؟ ايه اللي كان خلاني اعمل كده؟ استفدتي من كده ايه يا بهي؟ اهي هدى خرجت من البيت، لقيتي السعاده اللي انت بتدوري عليها؟ جولك الخطاب لحد الباب. بالعكس، حتى اخوك حسين اللي عامله روحك بتحبيه، شوفي عملتي فيه ايه، شوفي حالته بقت ازاي. خربتي البيت يا بهية. خايفة لحسن ربنا ينتقم مني. ايوه، ينتقم مني. يا ترى مين اللي على الباب؟ مين؟ نهارك سعيد. مش دي شقة الدكتور حسين عادل؟ ايوه. تبقى انت بهية مش كده برضو؟ ايوه، وانت انا ممدوح يا بهية. لحقتي تنسيني؟ مش حال امال ما كانتش 10 سنين طويلة من واحنا صغيرين قد كده اهو. ايوه صحيح ممدوح. ازيك يا ممدوح؟ الله يسلمك يا بهية. ايه الغيبة الطويلة دي؟ 10 سنين غبتهم عن مصر ورجعت، واول ناس فكرت اشوفهم انتم. يا خبر، ده احنا كبرنا قوي يا بهية واحنا مش حاسين. ايام يا ممدوح. ما تتفضل تدخل. الله، هو واقف كده ليه على الباب؟ حسين هنا؟ قصدي الدكتور حسين. عرفت طبعا انه اتخرج وبقى دكتور قد الدنيا. حسين في المستشفى دلوقتي. خلاص اجيله النهارده بعد الظهر. طب ما تتفضل شوية. الله، ما يصحش كده. دلوقتي انا مشغول وهاجي لكم بعد الظهر في زيارة طويلة لحد ما تزهقوا مني. والله سلامات يا بهية. الله يسلمك. يا سلام، تعرفي تقطيعك ما اتغيرتش ابدا عن زمان. انت بس على كبير. عن اذنك. مع السلامة، احنا في انتظارك بعد الظهر. تقاطيعك ما اتغيرتش عن زمان يا بهية. قصده ايه؟ ممدوح مرسي بنفسه جه لحد هنا؟ ايوه. يا خبر، ده غاب عن مصر غيبة طويلة قوي لدرجة اننا كلنا كنا فاهمين انه مش هيرجع تاني. وهو راجع وجاي يزورنا النهاردة تاني بعد الظهر. النهاردة؟ للأسف أنا خارج بعد الظهر يا بهية. ازاي؟ في مؤتمر طبي مهم لازم أحضره. طب وممدوح؟ طبعا لما يجي لازم تقابليه وتقدمي له فنجان شاي. ده صديق الطفولة يا بهية وعشرة سنين طويلة. طبعا يا حسين. سلامات يا بهية. الله يسلمك يا ممدوح. في شوية أسئلة مهمة كان لازم أسألها من ساعة ما جيت الصبح. هو حسين اتجوز؟ اتجوز. ابن الايه؟ امال فين مراته؟ ما هي اصلها مسافره اليومين دول عند اهلها. طيب. وانتي مش اتجوزتي برضه؟ انا لا يا ممدوح، انا ما اتجوزتش لدلوقتي. برافو عليك، زي تمام كده. اهو احنا عملنا طيب في الحكايه دي انا وانت، واحنا مستعجلين على ايه؟ ده احنا لسه ولاد امبارح. بس انا كمان نفسي اشوف حسين. حسين زي ما قلت لك فرح قوي لما عرف انك رجعت فجأة كده، بس اضطر بقى انه ينزل. ما يجراش حاجه، بكره الصبح اروح له المستشفى. برضه احسن. طبعا، وانا هيجيني صبر اقعد لدلوقتي ما اشوفوش. يا سلام يا بهية، بقول لك تقاطيعك هي ما اتغيرتش. وبعدين بقى يا ممدوح؟ نفس التقاطيع السمحه والعينين هم. وايه؟ لا ولا حاجة، أنا مضطر أستأذن دلوقتي وأشكرك على كرم الضيافة ده. العفو. بقول إيه، ما هو لسه بدري. لا، بدري من عمرك. بكرة ياما هنقعد كتير مع بعض، قصدي هنقعد كلنا يعني مع بعض. أنا سعيد قوي يا بهية اللي شفتك. أنا اللي أسعد يا ممدوح. وسعيد كمان اللي ولا على إيه دلوقتي؟ سعيدة. مع السلامة. الله يسلمك. غريبة، قصده إيه من الكلام ده؟ وغير كده ده كان بيبص لي كتير. ايوه، كان بيبص لك يا بنت يا بهية وبطريقه. يا رب، انا في حلم ولا في علم؟ وليه في حلم يا بهية؟ ليه ما تكونش دي الحقيقه؟ ايوه يا بهية، ممدوح جاني النهارده في المستشفى الصبح وطلب مني ايدك. ايه اللي بتقوله ده يا حسين يا اخويا؟ بقول لك ممدوح طالب انه يتجوزي. ايه رايك انت بقى؟ رايي انا؟ اللي تشوفه انت يا حسين. واحنا لسه مش عارفين ممدوح. ده شاب كويس ومتربي معانا وعارفين عيلته كلها. طبعا احسن ناس. والنهارده بقى مركزه ممتاز لانه نجح في عمله وقدر يشق طريقه في الحياه. مبروك يا بهية. الله يبارك فيك يا حسين. بس قبل كل حاجه في موضوع لازم ننهيه على خير. موضوع هدى مش كده؟ ايوه. انا في الحقيقه اتجنيت عليها
وادعيت عليها وظلمتها. أنا غلطانة في حقها يا حسين يا أخويا. عاقبني أنا وسامحني. انا مسامحك يا بهية، بس مش مسامح روحي لاني اتسرعت في الحكم عليها. صحيح انا فكرت كتير ووجدت نفسي اني ظلمتها بدون وجه حق، عشان كده انا ناوي بالفعل اروح اعتذر لها واترجاها ترجع بيتها. وأنا هروح معاك يا حسين، هروح أبوس على راسها واستسمحها. لا يا بهية، هدى مش لازم ابدا تعرف الموقف اللي انت وقفتي منها ده ابدا. انا سامحتك وربنا سامحك بدليل. أيوة يا حسين أيوة. مبروك يا بهية. الله يبارك فيك يا أخويا. أنا متأكدة إن ربنا سبحانه وتعالى غفر لي وسامحني، وكمان حسين أخويا سامحني. لكن انتم يلي سمعتم قصتي دلوقتي، يا ترى هتسامحوني؟ يا ترى هتغفروا لي انتم رخرين؟ يا ريت يا ريت. عزيزي المستمع، دي القصة اللي فازت هذا الأسبوع بجائزة البرنامج. أعدها عدلي نور عن رسالة المستمعة سامية محمد صلاح من هدايا القبة بالقاهرة. إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا في ما لا يزيد عن صفحتين وابعث بها في خطاب، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 3 جنيهات. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع